لازم منع مدى الحياة من دخول دول الخليج. لا لا، أنا خلص انطفيت على الخالص، ما بغى تقيم لي قايمة ولا ب10 سنين، انطفيت على الخالص. هاي رسائل أحد الأخوة السعوديين، قال بشرك أكلت منع مدى الحياة من دخول دول الخليج. كله ليش؟ كله لأنه تكلمت وانتقدت موسم الرياض، الحفل اللي صار في موسم الرياض. أنا تكلمت كلمة الحق وانتقدت هذا الحفل، لأنه من الواجب علينا جميعا أن نتكلم كلمة الحق. وأنت يا أخي الحبيب إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. قال الله تعالى فعقروها، اللي عقر الناقة كان شخص واحد ورضي البقية، فنسب الله عز وجل الفعل لهم جميعا فأهلكهم. فإياك يا أخي، إياك أن توافق أهل الباطل على باطلهم. إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. بدك تقلب بلدك في حفلات، وعندك في بالشام حفلات ومدري وين في حفلات، تتكلم ليش لاحق سعودي وعم تتكلم عن السعودية؟ يا أخي من الواجب علينا إنكار المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من الواجب علينا جميعا أن ننكر المنكر. يا أخي ما تفكروا أن أنا بس عم بحكي على السعودية. يوم صارت حفلة في ألمانيا، حفلة الشامي، تكلمنا عنها وانتقدناها وقلنا ما بجوز هذا الأمر وأنكرنا هذا الأمر، يعني برينا ذمتنا أمام رب العالمين. يوم صارت حفلة في مصر تكلمنا عنها وأنكرنا هذا الأمر. يعني ما هو إنه بس على السعوديين احنا عم نتكلم، أنا عم بتكلم عن الحفل اللي صار في موسم الرياض. صار في كاسيات عاريات راقصات، وصار في اختلاط، وصار في كثير أمور لا ترضي الله عز وجل. تكلمت عن هذا الأمر. أنا ما بكره أهل السعودية، أنا أحب أهل السعودية وما بكرههم أبدا أبدا، لكن انتقدنا هذا الأمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير، فإن لم يستطع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هلا نحن ما بنستطيع نغير المنكر بإيدنا، أنا ما بحسن غير المنكر في إيدي، بس بحسن نتكلم بلساني. تكلمت في لساني وبريت ذمتي أمام رب العالمين. أخوكم في الله محمد أبو الشيخ من سوريا من إدلب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.